ايه اكتر حاجة موجودة في كل بيت؟ ايه الحاجة اللي ممكن نلاقيها في المطبخ عند كل الناس، في القهوة، في الحلويات، في العصير؟ اكيد هو السكر البودرة. يمكن ناس كتير تفكر ان سكر البودرة اخف من السكر العادي، اصل شكله ناعم وخفيف زي التراب الابيض، فممكن يخدعك. لكن الحقيقة مختلفة خالص. تعالوا نشوف بالارقام ونفصصها واحدة واحدة، ونشوف ازاي المعلقة الصغيرة لما نحطها في المشروب ممكن تبقى عاملة زي قنبلة سعرات. نبدأ بالجرام الواحد، فيه 3.9 سعر حراري، 0 جرام بروتين، 99 من 100 جرام كربوهيدرات، 0 جرام دهون. وهنا بنسأل نفسنا 3.9 سعر حراري بس يعني ولا حاجة؟ والإجابة أيوة لو أخدت جرام واحد. لكن تعالى نشوف ايه اللي بيحصل لما نزود بالمعلقة. المعلقة الصغيرة المليانة من سكر البودرة 11 جرام، فيها 42 سعر حراري، 0 جرام بروتين، 10.9 جرام كربوهيدرات، 0 جرام دهون. يعني لو بتحط معلقتين صغيرين في الشاي كده انت دخلت في حوالي 84 سعر حراري. والسؤال هنا 84 سعر حراري يعتبر ايه؟ ده بيساوي تقريبا نص رغيف عيش بلدي. تخيل انك بتشرب شاي بسعرات نص رغيف. المعلقة الكبيرة الممسوحة من سكر بودرة وزنها 13 جرام، فيها 50 سعر حراري، 0 جرام بروتين، 12.9 جرام كربوهيدرات، 0 جرام دهون. طب السؤال هنا هو أنا لو حطيت معلقة كبيرة بس هيبقى آمن؟ الإجابة طبعا هيبقى مش آمن ولا حاجة، بالعكس 50 سعر حراري ممكن تبقى كتيرة جدا لو كررت المعلقة دي كذا مرة في اليوم. المعلقة الكبيرة المليانة من السكر البودرة 25 جرام، فيها 97 سعر حراري، 0 جرام بروتين، 24.9 جرام كربوهيدرات، 0 جرام دهون. 97 سعر حراري يعني ايه؟ يعني تقريبا قد تفاحة كبيرة او سندوتش جبنة قريش صغير. يعني معلقة سكر ممكن تمنعك من اكل حاجة صحية ومشبعة. كوب السكر البودرة وزنه 190 جرام، فيه 739 سعر حراري، 0 جرام بروتين، 189 جرام كربوهيدرات، 0 جرام دهون. 739 سعر حراري ده رقم مرعب. يعني لو عملت كيك صغير فيه كوباية سكر بودرة انت كده دخلت سعرات تعادل وجبة غدا كاملة. السؤال هو معقول الكوب الواحد يوصلني للرقم ده؟ ايوه واكتر كمان لو الكيك فيه زبدة وبيض ودقيق. نيجي بقى لفقرة النصايح للدايت. نقلل السكر تدريجي، انت مش محتاج توقفه مرة واحدة، بس جرب تقلل معلقة واحدة في كل مشروب. جرب تستخدم بدائل طبيعية زي العسل او الفاكهة المهروسة، بس برضو خد بالك ليها سعرات. ما تنساش ان السكر البودرة سعراته فاضية، يعني مفهوش لا بروتين ولا دهون ولا فيتامينات، كله كربوهيدرات وسكر. نيجي بقى للأسئلة اللي بتدور في دماغنا. هو لو شربت شاي او قهوة بسكر بودرة ممكن اخس؟ ايوه ممكن تخس، بس لازم تحسب المعالق دي في مجموع سعراتك اليومية. طب هو سكر البودرة اخف من السكر العادي؟ لا، تقريبا نفس السعرات، بس البودرة بيبان خفيف عشان شكله ناعم. هو لازم اقطع السكر خالص؟ مش شرط، لكن لازم تقلله وتتحكم في الكمية، لان هو اللي ممكن يوقفك مكانك في الدايت من غير ما تحس. طب استبدل السكر بالعسل الابيض وكده ابقى في الامان؟ لا، لازم تتحكم في الكمية. العسل مفيد لكن سعراته برضو عالية. طب استبدل السكر بسكر دايت وخلاص؟ ينفع وهيساعدك تقلل السعرات، بس الافضل تستخدمه باعتدال ومع اكل متوازن. ايه احسن حاجة اعملها؟ الاحسن تقلل الكمية تدريجي وتخلي ذوقك يتعود على الطعم الطبيعي من غير ما تحتاج سكر كتير. في الآخر السكر البودرة شكله عادي وبسيط، لكن الحقيقة انه ممكن يبقى السبب اللي واقف بينك وبين هدفك في الدايت. كل معلقة بتفرق، يا اما تقربك من حلمك يا اما بتبعدك عنه. السر مش انك تمنع كل حاجة، السر انك تتحكم وتفهم انت بتدخل لجسمك ايه بالظبط. ولو عايز تكمل رحلتك صح تابع الفيديوهات اللي جاية، لاننا هنتكلم عن سعرات في اكلات تانية هتتفاجئ بيها اكتر من السكر نفسه، وحاجات موجودة في بيتك ممكن تكون بتوقف نزول وزنك من غير ما تحس. استنوا الفيديوهات الجاية وهتلاقوا فيها مفاجآت أحلى وأهم. سلام.